السلام عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض كده طريقة مخبوزات جميلة جدا تنفع كده سندوتشات للأطفال للفطار والعشاء. شفت جميلة ازاي، وطعمها جميل وريحتها جميلة جدا، ان شاء الله تعجبك. تشتركي بقى في قناتي لو أول مرة تشوفيني، وما تنسينيش بقى باللايك والشير. المقادير بسم الله. معايا كوباية من السمنة، هحطها كده على النار تسخن كده كويس جدا، ومعايا ربع كوباية مية دافية، وهحط كيس خميرة ومعلقة كبيرة من السكر، وهسيب الخميرة تتفاعل مع بعضها. هقلبهم كويس وهركنهم كده على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل. انا استخدمت كيلو من الدقيق، ومعايا كوباية من السمسم. هقلبهم كويس، والدقيق اللي هو الدقيق الفاخر المتعدد الاستخدامات. بعد ما السمنة كده سخنت كويس حطيتها على الدقيق، وهفرك كده بايدي بحيث ان الدقيق يتشرب كل السمنة. ودي كانت اول خطوة لحد ما يوصل معايا كده لحد ما ما يبقى زي الرمل كده، والسمنة اختفت تماما. حطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح، ودي الخميرة بعد ما اتفعلت. وهسيبلك المقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو. ومعلقة كبيرة من الخل. وهنستخدم بقى في العجن الحليب الدافي، وما احطش كل الكمية بتاعتي، انا حطيت الاول كوباية، وهشوف الدقيق بتاعي هيحتاج كمان ولا لا. دلوقتي هلم العجينة بقى بايدي. ودلوقتي معايا كمان نص كوباية من الحليب، وبحط منها واحدة واحدة كده، ما احطهاش كلها. يبقى كمية الدقيق اخدت مني كوباية ونص. اخر اضافة عندي بحط ربع كوباية من الزيت، وده بيديني قرمشة وبيديني لون كويس، ولون كويس كده ذهبي في الفرن. هلم بقى العجينة بتاعتي كويس جدا لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها. واهم خطوة عندي هخدم العجينة كويس جدا علشان تديني نتيجة كويسة. هعجن فيها كده 10 دقايق. دلوقتي هغطيها وهسيبها ترتاح كده لمدة نص ساعة بالظبط. وبعد ما ارتاحت نص ساعة هقطعها كور صغيرة متساوية قد بعضها. وانت طبعا بتتحكمي في الحجم اللي انت عاوزاه. تحكمي بقى في حجم العجينة زي ما انت عايزة. هغطيها برضو وهسيبها ترتاح 10 دقايق كمان بعد ما قطعتها. ونبدأ بقى في التشكيل. انت ممكن تعمليها قرص كده على شكل دوائر، وممكن بقى نعملها بالطريقة دي. انا عملتها على شكل مثلثات صغيرة. زي ما انت شايفة كده، وطبعا الفيديو شارح نفسه. هضغط كده على طرف العجينة كويس، واقطعها كده من النص، وده كان شكلها النهائي. هكمل بقى باقي الكمية وهسيبها برضو ترتاح كمان تلت ساعة كمان قبل ما ادخلها الفرن. دلوقتي انا سخنت الفرن ودهنت وشها بزبدة وزبدة وحليب، ودي خطوة بتكون اختياري بالنسبة لك، ممكن تستغني عنها خالص. وحطيتهم بقى اخدوا الوش الذهبي الجميل ده، وده شكلهم بعد ما خرج من الفرن. خفاف جدا، تحفة كده في السندوتشات.
ان شاء الله يعني حاجة كده تستحق التجربة ان شاء الله، وتجربيها وتقولي لي رأيك. وما تنسيش بقى تشتركي في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.